بيبدأ الفيلم مع مأكول وهو راكب قطار لمدينة تركية وعلى بعد 400 كيلو من اسطنبول، وبيقرأ كتاب وبيبقى متنكر في لبس راجل تركي. وبعدها بيدخل عربية معينة في القطر، بس النادل بيقول له إن العربية دي عربية خاصة علشان يخرجه، بس الراجل ده بيقول للنادل يدي المأكول اللي هو عايزه، وبيطلب مأكول مشروبه مع هدفه المحتمل وهو راجل تركي خطف بنته من أمها الأمريكية علشان بس يغيظ مراته السابقة. وبيقول مأكول للراجل التركي بكل صراحة عن مهمته، ولما بيعرف الراجل التركي إن مأكول جاي علشانه بيهدده بشكل غير مباشر وبيقول له ما انصحكش تدور عليه علشان ده خطر على حياتك. فبيضحك بطلنا وبيدي للراجل فرصة أخيرة علشان يرجع البنت لمامتها من غير مشاكل ويأثر الشر، بس الراجل بيرفض. وبيأمر الراجل التركي الرجالة بتوعه يخطفوا مأكول، فبيقوم مأكول وبيظبط وقت الساعة بتاعته وهو مركز على هدفه بشكل كويس جدا. وبيبدأ في تحطيم كل رجالة الراجل التركي الموجودين في القطر واحد ورا التاني، وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيقرب مأكول من الراجل اللي خطف بنته وبيشرح له إن في نوعين من الألم اللي بيؤلم والألم اللي بيتغير، وهو اللي هيختار نوع الألم اللي عايز يعيشه. وبنسمع بعدها صريخ الراجل ده من بره القطر، وبنروح لبوسطن وبنشوف غريس والدة الطفلة المخطوفة وهي رايحة المكتب المحامي بتاعها، وبتلاقي بنتها هناك وبتحضنها بكل لهفة. أما مأكول دلوقتي فبيشتغل سواق لصالح شركة ليفيت ومعاه زبون وبيطلبه على طول وهو راجل مسن اسمه سام. وبنعرف إن سام بقاله فترة بيدور على مكان أخته المفقودة، وفي ليلة من الليالي بتركب زبونة شكلها مبهدل مع مأكول، وبيعرف منها إن في مجموعة من الرجال اعتدوا عليها، وبيروح لهم الفندق بتاعهم وبيظبط ساعة التوقيت الخاصة بيه وبيبدأ يطحنهم واحد ورا التاني. أما في مدينة بلجيكا فبيرجع السيد ألبرت البيت، فبيلاقي زوجته تعرضت للضرب وبتبكي، وبيظهر 3 رجالة ريزينك وأريكوفاتش وبيضربوا الزوجة بالنار، وأجبروا كالبرت إنه يقعد ويحط ريزينك مسدس على بقه وبيخلص عليه. وبعدها بيروح مأكول لمحل الكتب علشان ياخد الكتاب الجديد اللي طلبه، والموظفة بتبقى غريس بس ما تعرفش إن مأكول هو اللي أنقذ بنتها. ولما بيرجع مأكول البيت بيلاقي سوزان هناك وبيتعشى معاها عشاء ودي وبتهتم بيه بحكم إنهم جيران. المهم إن سوزان بتنسى إن النهارده يبقى عيد ميلاد مرات مأكول الراحلة، واقترحت عليه يخرج يغير جو. وبيكتشف مأكول إن فاطمة واحدة من جيرانه، والحديقة بتاعتنا اتبهدلت ورش الجدران بكلمات بتسيء ليها. وبيبدأ مأكول يحلل الدلائل اللي قدامه علشان يكتشف مين اللي عمل كده. وبيقابل مايلز في طريقه وده الشاب اللي بيحبه مأكول جدا، وبنعرف إن هو فنان طموح ونفسه يبقى حاجة كبيرة. وبيعرض مايلز على مأكول يشيلوا الكتاب مقابل فلوس. وبنشوف سوزان بعد كده وهي بتتكلم مع زميلها دي في يورك، وبيحققوا في قضية قتل عائلة كالبرت، وبيسافروا لبلجيكا علشان يحققوا في مسرح الجريمة. وبترجع سوزان اوضتها في الفندق بس بيطلع عليها 2 بلطجية وبيهاجموها. وبنشوف مأكول وهو مع مايلز بيرسم الجدران، وبتجيله مكالمة من بيران جوز سوزان وبيبلغوا ان هي ماتت. وبيسافر مأكول لواشنطن علشان يحضر الجنازة ويحقق في موتها، وبيرجع لقطات الكاميرا في الفندق وصور مسرح الجريمة. وبنشوف البلطجية في شقتهم وعايشين حياتهم والدنيا زي الفل، وبيلاحظوا ان في تليفون غريب على الارض، ولما بيرد عليه بينفجر الراديو بتاعهم وبيموتوا كلهم. وبره بيشوف ريسينك واصحابه الانفجار اللي حصل وبيتصدموا. وبعدها بيروح مأكول يقابل شريكه ديف، واللي كان فاكر ان مأكول مات بسبب ان هو ما عادش بيشوفه في اخر عملية عملوها مع بعض. وبيحكي له ديف ان البلطجية اللي هاجموا سوزان ماتوا في شقتهم، فبيقول له مأكول ان اكيد الموضوع اكبر من كده وقتل سوزان مرتبط بجريمة قتل عائلة كالبرت. وبيلاحظ مأكول من الشباك بتاعه ان مايلز خارج مع 2 من رجالة العصابات، وبيروح وراهم الشقة وبيطرد الحراس وبياخد اسلحتهم. وبنعرف ان البلطجية دول كانوا هيساعدوا في قتل اخوه، بس مأكول بيقتحم الأوضة وبياخد مايلز وبيقدم له نصيحة، وبيقول له ان هو موهوب وما ينفعش يضيع نفسه مع العيال دي. وبنشوف بعدها مأكول في تاكسي وبيقول ان هو رايح المطار، وبيلاحظ مأكول ان السواق واخد طريق غلط بشكل متعمد وبيحاول يخلص على مأكول، لكن مأكول بياخد كرسي السواقة منه بسرعة وبيكتفه، وبيقدر ان هو يطلق عليه 3 رصاصات ورا بعض لحد ما بيخلص عليه. وبعدها بياخد تليفون القاتل وبيلاقي معلومات مشفرة، وبعدها بيقرر مأكول يحرق التاكسي ويتخلص من الجثة. وبعدها بياخد مأكول التليفون لبيت ديف، واللي بيتفاجئ اول ما بيشوفه بس بيعمل نفسه بيتعامل بشكل طبيعي. وبيقابل مأكول مرات ديف وبنته، وبعدها بيروحوا مرات ديف وبنته اوضه تانية وبيسيبوا ديف مع مأكول. وبيطلع مأكول التليفون اللي لقاه مع السواق، وبنعرف ان هو اتبع مصدر التليفون لحد ما عرف ان التليفون ده بتاع ديف. وبيكتشف مأكول ان ديف اتفق هو والرجاله اللي اتعلموا على ايده فالمخابرات المركزيه متورطين في جريمه قتل كالبرت، وكمان لحساب الحكومه مقابل مادي كبير. وسوزان اكتشفت جرايمه قبل ما تموت علشان كده ديف قتلها بنفسه. وبيقول لي مأكول مفيش حاجه اسمها خير وشر، الحكومه اجبرتنا نقتل وبعدها رمونا زي اي موظف
موظفين طلعوا على المعاش. وبياخدوا ديف بعدها بره علشان يسلم على ريسينج وكوفاتش، وبنعرف ان هو كان القائد بتاعها اثناء خدمتهم في الجيش. وبيعرفهم ماكول ان هو مش فارق معاه هم مين وتبع ايه، بس اللي فارق معاه ان هم قتلوا اعز اصحابه، وبسبب اللي هم عملوا ده هيتعاقبوا عليه وهيقتلهم واحد ورا التاني، ومفيش حاجه هتقدر تمنعه من كده. وبيطلب ماكول من مرات ديف توصله في طريقها، وبيقول لديف ان هو هيبقى يشوفه في وكاله المخابرات علشان يامن نفسه من مجموعه ديف لو قرروا انهم يغدروا بيه. وبعدها بيروحوا عصابه ديف علشان يخلصوا على بريان جوز سوزان علشان جالهم اوامر يخلصوا عليه هو كمان، بس ماكول سابهم وخد بريان معاه في العربيه وبيوصلوا المكان امن. وبعدها بيروح مايلز يستخبى في بيت ماكول بامر من ماكول، وتحديدا في اوضه سريه ماكول عاملها جوه اوضه النوم بتاعته، وبتفتح عن طريق رف كتب مخفي في المكتبه. وبيدخل رجاله ديف يدوروا على مايلز، وبيشوفوا واحد من رجاله ديف، بس ماكول بيطمنه ان الازاز ده عاكس للضوء، يعني هو يقدر يشوف اللي بره بس اللي بره ما يقدرش يشوفه. وبيتصل ماكول بديف وبيطمنه ان مايلز معاه، وبيقول له اظن انت عارف هتلاقيني فين. وبيخرج ديفيد ورجالته من الشقه وبيروحوا للمكان اللي فيه ماكول. وبعدها بيخرج مايلز من الاوضه بعد ما بتطمن ان ديف مشي، وبيفتح الباب علشان يخرج بس بيلاقي ديف قدامه، وبيختفوا تحت تهديد السلاح علشان يهدد ماكول بيه. وبعدها بيروح ماكول لبيته القديم واللي الحكومه اخلته بسبب الاعصار. وبنشوف عصابه ديف وهي بتدور على ماكول في كل مكان في المدينه، وبيروحوا للبرج العالي ده علشان يقدر يكشف المدينه ويحدد مكان ماكول بسهوله. وبيروح كوفاتش لمتجر الكتب وبيفتكر ان هو شاف ماكول هناك، وبيبقى ماكول وراه فعلا وبيخليه يخلص على نفسه بالرصاص. وبعدها بيلحقوا اري بس بيمسكوا ماكول الاول وبينتقم منه بنفس الطريقه اللي عذب بها صديقته سوزان. وبعدها بيروح ريسينك ورا ماكول في محل تاني، بس ماكول بيبقى حاطط له قنبله يدويه وبيخلص عليه. وبعدها بيسيب ديف واقف في اعلى مكان في البرج وهو بيحاول يضرب ماكول بالنار، وبيتصل بديف وبيقول له ان مايلز معاه في صندوق وهيقتله لو ما سلمش ماكول نفسه. فبيضحك ماكول وبيقول له ان هو كمان اتخلص من فريقه بالكامل والدور دلوقتي عليه. وبيضرب ديف كذا طلقه تحذيريه على عربيه ماكول علشان يجبر ماكول يظهر ويقتله، بس بمجرد ما بيوصل للطلقه الاخيره بيضرب ماكول النار على اطار العربيه اللي فيها مايلز علشان يعطله. وبعدها بيطلع ماكول لقمه البرج وبيشتبك مع ديف في معركه قويه جدا، والاتنين بيتخانقوا على الارض، وبيمسك ماكول السكينه وبيطعنه في بطنه وبيرميه من اعلى مكان في البرج. وبيروح ماكول علشان يحرر مايلز بس بيلاقي يتصب رصاصه في رجله، اما ديف كان بيضرب على العربيه. وبياخده ماكول لبيته وبيعالج جرحه وبيوقف النزيف، وبيبقى مايلز مبهور من اللي ماكول قدر يعمله. وبعدها بنشوف صور لماكول لما كان جندي وصور لمراته فيفيان. وبترجع فاطمه البيت بتلاقي ان حديقتها اترممت من تاني ورجعت احسن من الاول، ورسم مايلز كمان لوحه جداريه مع عباره انا عملت احسن ما عندي. وبنشوف مايلز هو كمان في المدرسه وبيتكلم مع بنت من مدرسته وبتسال البنت بترسم ايه، فبيوريها رسمه البطل خارق استوحاه مايلز من ماكول اللي دافع عنه. وبنشوف سام هو كمان مع اخته المفقوده ماجده بعد ما قدر ماكول يفك شويه الخيوط ويوصل للحقيقه. وفي اخر مشهد بنشوف ماكول واقف في بيته القديم وبيبص للمحيط بعد ما قدر يغير حياه الناس اللي حواليه. وده كان ملخص فيلمنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وسلام.